السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم في قناة عالم الكمبيوتر، واليوم راح نقول وداعا إلى برامج تصوير الألعاب. العديد ظهرت لنا من برنامج لتصوير الألعاب. اليوم وعندما أعلنت إعلان ويندوز 10، لقد رأيت ميزة جميلة جدا في الويندوز 10، يمكنك من خلاله تصوير ألعابك يعني بجودة روعة، ولكن تتطلب مواصفات عالية جدا، وهذه المشكلة وأنا واجهتها ولم أجد الحل لها. طبعا سوف نتعرف عن طريقة التصوير بعد هذا الفاصل الإعلاني. أهلا بكم من جديد. نقوم بالذهاب إلى أيقونة الأكس بوكس، سوف تجدها في قائمة ابدأ كما ترون. هذه أيقونة الأكس بوكس، نقوم بالدخول عليها، ننتظر القليل والآن يتم الفتح الآن ننتظر التحميل لندخل إلى البرنامج. كما ترون هذه واجهة برنامج الأكس بوكس، يعني أيقونة الأكس بوكس. يمكنك من خلال ربط الجهاز الأكس بوكس الخاص بك على الحاسوب وتقوم باللعب من الحاسوب أونلاين وكل شيء هنا. وكما ترون هذه فيفا 17، يعني بعد ما نازلة وتقدر تحجز إعلانك عفوا تحجز لعبتك. نترك هذه التفاصيل، نقوم بالذهاب إلى آخر الإعدادات، أولا في السيتنج أو أيقونة السيتنج. نقوم بالانتظار قليل هنا. بعد الدخول إلى هذه الصفحة نقوم بالضغط هنا، وكما ترون أخذ لقطة لشخص باستخدام هذه الأيقونة والإعدادات. اختصارات لوحة المفاتيح. كما ترون لا يمكن هذا الكمبيوتر تسجيل المقطع. عفوا من هاي السوالف. نقوم الآن بالضغط على الاختصار مثل كنترول أي عفوا هنا. كما ترون هنا الاختصارات، وبعد اختيار من الكيبورد الأرقام المناسبة والأحرف، تقوم بالضغط على حفظ، تم حفظ التغيير. طبعا كما ترون التصوير، تسجيل هذه وإيقاف التسجيل. وكما ترون نذهب لنجرب أي لعبة كانت من الشغل. نقوم بالتشغيل اللعبة، ننتظر القليل حينما حمل معنا. دخل معنا هذه اللعبة كما ترون. أعتقد لا يدخل إلى اللعبة لأن نقوم بالضغط على بلاي. كما ترون نضغط المفتاح الاختصار الذي أضعته أنت. كما ترون خلونا نذهب أو نرجع. كما ترون خلينا نشوف الاختصار التسجيل. بعد دخول اللعبة نضغط نفتح الاختصار. عذرا، لا ينفي هذا الكمبيوتر الشخصي ومتطلبات الأجهزة لتشغيل المقطع. طبعا كما ترون يقوم بتسجيل المقطع. المواصفات المتطلبة
سوف تجدها أسفل الفيديو. نقوم بالدخول إليها عبر موقع مايكرو يحتاج، وهذه المواصفات سوف تجدها أسفل الفيديو، ورابط الموضوع بالكامل على الفيسبوك. وإذا استفدت من الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك في القناة والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. في أمان الله أخواني الكرام.